في الفترة اللي فاتت اشتغلت مع أكتر من مشروع ناشئ وستارت ابس في الهيكلة والتطوير، وطبعا الغالبية كانوا عاملين بيزنس موديل أو بيزنس بلان بنفسهم اللي هي تمبلت تقريبا، وفي الغالب بنحطها في الباسكت ونبدأ شغل من الأول. أنا حابب أوضح كام نقطة مهمة جدا تخص البيزنس بلان والاستراتيجيز عموما. أولا، اللي بيقدم الخدمات ديت بيبقى عندهم خبرة كبيرة بالسوق، مش مجرد دراسة الخطوات، لأن آليات السوق محدش بيدرسها، دي مهارات مكتسبة وخبرة سنين. ثانياً، أهم حاجة في الدراسة الأرقام الفعلية للاقتصاد والسوق، والمعلومات ديت مش متوفرة عند أي حد ومش مجانية ومكلفة جداً. اللي بيشتريها بيحمل تكلفتها على أكتر من بلان واستراتيجي، مش بيحملها على واحد بس. ثالثاً وهو الأهم، إن أي استراتيجي الهدف منها النو هاو، إزاي تحقق أهداف البيزنس. لو كل خطوات البيزنس بلان صح من غير الخبرة في تحويل الأهداف ديت لواقع بالأرقام، يبقى ملهاش لازمة. مشروع بلا خطة هو مجرد أمنية، محدش بيوصل لمكان وهو مش عارف الطريق وتفاصيله. النقطة ديت مهمة جدا لأي مشروع وتستاهل تقف عندها كتير كمان. نكمل في موضوع البيزنس بلان، بس قبل ما نتكلم في فنياته اسمحوا لي أمر خلال الفيديو ده على شوية حاجات ممكن تنور لك الطريق قبل ما تعمل البيزنس بلان، علشان ما تتوهش وانت شغال عليها، أو تكتشف إنك بدأت في طريق مش بتاعك أصلا. وتعالوا مع بعض نعرف إيه هي أهم الأسباب اللي بيخلي المشاريع الصغيرة تفشل. السبب الأول، نو ماركت. طيب يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن مفيش احتياج حقيقي أو في عملاء محتملين يشتروا المنتج أو الخدمة دي. غالبا الشركات اللي بيكون ده سبب فشلها بيكون صاحبها من البداية بيدور على فند أو تمويل والكلام الجميل ده، وبيطلع أي برودكت أو سيرفيس وخلاص من غير ما يشوف احتياجات السوق إيه أصلا. وعلشان تكون فاهم، أول خطوة في البيزنس بلان هي إنك تفهم السوق اللي أنت داخل عليه، يعني تشوف الطلب على الحاجة اللي أنت عايز تقدمها، مين الناس اللي ممكن تحتاجها، وإيه أكتر حاجة ممكن تجذبه من المنتج بتاعك أو خدمتك. ده كمان بيتضمن إنك تعرف حجم السوق وتوقعات نموه. إزاي نعمل الكلام ده بشكل عملي؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي، فما تنساش تشترك في القناة علشان يجيلك إشعار أول ما ننزل الفيديو. السبب التاني وهو البور اوف هيومن ريسورسز. لازم من الأول نبقى فاهمين احتياجاتنا الأساسية إيه، فمثلا حد اتش ار ومحاسب والناس بتاعة الاوبريشنز أو التشغيل وهكذا. ونبعد عن فكرة إن الفاوندرز أو المؤسسين ممكن يفضلوا يعملوا كل حاجة بإيديهم ويذاكروا حاجات ملهاش علاقة بيهم علشان يقللوا الكوست أو التكلفة يعني. فلازم نبقى عارفين في كل ستيج أو مرحلة هنحتاج مين والمتطلبات بتاعته إيه، ويبقى عندنا سيلكشن كرياتيريا واضحة، ويبقى في مرونة إن طول ما البيزنس بيكبر المتطلبات هتتغير، بس مش المفروض الكرياتيريا أو الشروط تتغير علشان ما يبقاش في جاب ما بين التيم ويعرفوا يتعاملوا مع بعض. السبب التالت، poor of money management. معانا فلوس هنشتغل بيها لحد ما نطلع ال MVP، علشان بعد كده نروح نشوف هنجيب فند أو تمويل منين، أو عدينا المرحلة ديت وأخدنا الفند. هنا بقى مفيش حد بيعرف يعمل كل حاجة، فلو لسه شركة صغيرة ياريت نستعين بحد شغلته هي الأرقام، لأن الصفر الغلط ممكن يبوظ شركة كاملة. ومش لازم نعين محاسب، في ناس بتعمل الكلام ده بار تايم لحد ما يكون الوضع مناسب إنك تعين محاسب. كل اللي هتكون محتاجه في البداية أي سيستم حسابات أونلاين بيكلف في السنة تقريبا $100 زي كويك بوكس مثلا، بيتسجل عليك كل جنيه خرج أو دخل، وليك إيه بره وعليك إيه للي بره، علشان لما المحاسب يحب يطلع فاينانشال ستيتمنتس أو قوائم مالية يلاقي حاجة يشتغل عليها. السبب الرابع وهو البور ماركتين. في حكايات كتير اتقالت في موضوع الماركتين ده، بس علشان ما نطولش كتير، الماركتين عمره ما كان إعلانات على الفيسبوك وديزاين شكله حلو وبس. الماركتين لازم يكون ليه استراتيجي، وأهم 3 حاجات فيها الماركتين اوبجيكتيف والماركت ميكس والماركتين بادجت. خلص دول وبعدين نشوف أحسن مكان نعمل فيه ماركتين للشركة بتاعتك. مش أي بيزنس ينفع يتعمل له إعلانات على السوشيال ميديا، لازم تبقى عارف التارجت اودينس بتاعتك موجودة فين. بس اللي ما ينفعش نستغنى عنه نهائيا هو ال SEO. وللعلم حاليا شغالين على كورس التسويق من الصفر، وموجود منه 7 فيديوهات على القناة، وكل أسبوع تقريبا بننزل فيديوهين أو فيديو على أقل تقدير. فلو حابب تتعمق أكتر في مجال التسويق أنصحك جدا بالكورس ده. نكمل كلامنا. السبب الخامس، البور بيزنس موديل. من الطبيعي إن أي حد بيجي يعمل البيزنس بلان بيبقى عايز يعمل بلان قوية تحقق أهداف الشركة. بس حقيقي انت لو ما عملتش بيزنس موديل كويس، للأسف البيزنس بلان بتاعتك هتحتاج تتعمل من الأول أو يتعدل فيها تعديلات كتير. فيا ريت نهتم شوية بالبيزنس موديل كانفاس، على الرغم إنه بسيط بس بيوضح حاجات كتير قوي في البداية.
وعلشان تكونوا عارفين، بعد ما نخلص الكورس ده هنبدأ نعمل فيديو أو 2 بنشرح فيه البيزنس موديل كانفاس بالتفصيل. السبب السادس، اللاك اوف انفستمنت. الانفستمنت أو الاستثمار هنا ما أقصدش بيه الفند اللي هيجي من المستثمرين، أقصد بيه الفلوس اللي هتتحط في الشركة في البداية علشان نبدأ ونشتغل، سواء الفلوس ديت بقى مملوكة لصاحب الشركة أو جاية من أي مصدر تاني. مفيش بيزنس بيكسب من أول يوم ولا شهر، وأحيانا سنة أو سنتين كمان. فاللي بيحصل هنا إن الفاوندر أو المؤسس مش عارف الفلوس اللي معاه هيقدر يشتغل بيها مدة قد إيه، لحد يعني ما يبتدي يكسب أو يجيله فلوس من أي مصدر تاني. فبيجي في لحظة مفيش فلوس، الفلوس خلصت، مش عارفين نسستين، مش عارفين ندفع مرتبات، مفيش فلوس للماركتين علشان نجيب شغل تاني، خلاص الموضوع خلص، يلا نقفل هنا. فلازم يكون في فاينانشال بلان بتقول احنا هنصرف قد ايه ولمدة قد ايه وليه وكمان في ايه، علشان نبقى عارفين هنعرف نكمل ولا لا، ونبدأ نأمن مصادر تانية. السبب السابع، اللاك اوف ماركت ريسيرش. معظم أفكار الستارت ابس بتتبني على مشكلة موجودة في المجتمع، والفكرة ديت بتحل المشكلة دي أو احتياج عند الناس، والفكرة ديت بتسد الاحتياج ده. علشان كده محتاجين نعرف الماركت محتاج ايه، الناس محتاجة ايه. لازم نعمل سيرفيز ونسأل أسئلة كتير ونلم إجابات أكتر وأكتر. مشكلة نلاقيها ندور ليها على حل، علشان ببساطة كده أنا ما ينفعش أعمل منتج وأروح بعد كده أدور على عميل، لازم أشوف العميل عايز إيه الأول وبعدين أروح أعمل المنتج. السبب الثامن، الكومبيتيشن. من وجهة نظري هو سبب بسيط جدا وحل بسيط. في حاجة صغيرة كده اسمها الكومبيتيشن أناليسيز، ننزل نشوف المنافسين. ومفيش حاجة اسمها مفيش منافسين، نشوف المنافسين ونعرف شغالين ازاي، وندخل على صفحاتهم ونشوف آراء اليوزرز عندهم، ونعرف ايه هي المميزات والمشاكل عندهم، علشان بعد كده نشتغل على اننا يكون عندنا ميزة تنافسية أو added value. في النهاية البيزنس بلان هي دراسة للمشروع. لو انت بدأت بالبيزنس موديل ممكن مع بعض الشغل توصل للبلان. بشكل عام محتاج يكون موجود فيها الاكسكيوتيف سامري، وديت بتكون صفحة واحدة على أقصى تقدير، والبروبلم اند سوليوشن برودكت، والماركت سايز، والماركتنج بلان، والاوبريشن بلان زائد التايم لاين، والمانجمنت تيم، والفاينانشال بلان. ما تقلقش لو حس الموضوع كبير، ده كله هتفهمه بسهولة الفيديو الجاي، واللي هيكون آخر فيديو في كورس البيزنس بلان، ومن بعده هنبدأ مباشرة في دراسة الجدوى أو الفيزيبيليتي ستادي. في النهاية البيزنس بلان مش حبر على ورق، دي خريطة طريق لمشروعك. لو اتبعت الخطوات ديت وكنت صبور ومجتهد، إن شاء الله هتقدر تحقق النجاح اللي بتحلم بيه. وما تنساش البيزنس محتاج مرونة، يعني لو لقيت حاجة مش ماشية زي ما انت مخطط خليك جاهز تغير في الخطة. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لان بجد ده بيشجعنا نكمل. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد اول باول. السلام عليكم.